ثورة الراب في المغرب بدات مع اواخر التسعينات وبدايه الالفينات، ولكن ما بانتش بقوه حتى جا الانترنت ويوتيوب وولات الاغاني كتوصل بسرعه على الناس. الراب ما بقاش غير تقليد الامريكا، ولكن ولا وسيله للشباب المغربي باش يهضر على الواقع ديالو، البطاله، الهجره، الفقر، الحقره، وحتى الطموح ديالهم باش ينجحوا في الحياه. هذا الفن قرب للشباب حيت كيتغنى بالدارجه وبكلمات مفهومه وقريبه من القلب. بزاف ديال الروابط طلعوا وداروا اسم كبير بحال مسلم اللي بدا من طنجه وهضر على المعاناه ديال الحومه، والدوربيك اللي كيعتبر من رواد ديال الراب المغربي. ومن بعد جا جيل جديد بحال الكراندي توتو وحليوه اللي وصلوا بالراب المغربي العالميه وداروا حفلات خارج المغرب. هاد الفنانين طوروا الموسيقى ديالهم حيت خدموا على الايقاعات، صوروا كليبات باحترافيه، ودمجوا الراب مع انماط مغربيه، وزادوا استعملوا السوشيال ميديا باش يتشهروا وينتشروا. وهكذا ولا الراب في المغرب ماشي غير موسيقى ولكن حركه فنيه كتعبر على الجيل كامل وصوت الشباب اللي بغى يتسمع.